سعيد ركاضي حطوه برسمه يا جماعه مع المغرب. لا تستغرب، المغرب الى نهائي كاس العرب بالمنتخب الثالث، مش منتخب اول ولا ثاني، المنتخب الثالث الى نهائي كاس العرب. يا عفو الله شو هذا يا جماعه، اقسم بالله شيء وصل بالراس. 3 على الامارات، 3 على الامارات، اخر دقايق اجى الثاني والثالث خلاص روحون. يا عفو الله والله يا جماعه بعدنا هلا بقول وكرر، المنتخب المغربي اقوى منتخب عربي عبر التاريخ، اقوى منتخب عربي عبر التاريخ. الى نص نهائي برجال بكاس العالم، الى نهائي الاولمبياد، حققوا كاس العالم مع الشباب، وهلا الى نهائي كاس عرب وممكن هن الابطال. يا جماعه مع المغرب لا تستغرب، اقوى منتخب عربي عبر التاريخ وانتصر. المغربي والجزائري حاليا بعد فوز المغرب على الامارات 3-0 واخصائها من كاس العرب. ايد بايد، يلا يا المغرب يلا الجزائري سلموا مع بعض، وايدك بايدي يا كبير. انا شايفكم مبسوطين، اقسم بالله جزائريين فرحانين زي كانه بلدهم الجزائري تاهلت مش المغرب. انا بصراحه ما كنت اعرف ان المغربي والجزائري بيحبوا بعض لهي الدرجه، طلعوا بيعشقوا بعض اقسم بالله. اخوان جيران اخوان طلعوا، انا فكرت في عداوه بينهم صراحه. اقسم بالله شي بيرفع الراس، اخذوا حقك يا جزائري المغرب. عملها المنتخب المغربي، المغرب الى النهائي بعد الفوز على الامارات بثلاثيه نظيفه يا جدعان. ديما مغرب، هو ده بقى المنتخب اللي بيفرح، هو ده المنتخب اللي مشرف جمهوره وكل الناس اللي بتشجعه. وانا من اول البطوله ومن قبل البطوله ما تتلعب قلت لك ما تنساش، قلت لك المنتخب المغربي هيكون في النهائي وبنسبه كبيره جدا هيكون هو صاحب لقب البطوله. ليه بقى؟ لان شوف الكوره في المغرب عامله ازاي، واتعلم يا حبيبي. منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اول، منتخب تاني، ما شاء الله وتبارك الخلاق. ايه الجمال وايه الروعه دي، نظام وادب واخلاق ولعيبه ومهاره ومواهب، وكل ده بيترجم في بطولات، لان هم يستحقوا ياخدوا بطولات، هم يستحقوا يكسبوا ويحققوا انجازات، لان هم عندهم العدل هو الاساس، عندهم الاختيارات يا جدعان مفيش فيها واسطه ولا محسوبيه. الكلام ليك يا منتخب مصر. ولكن انا النهارده فرحان كأن منتخب بلادي هو اللي صعد، وده شيء يشرفني ان يكون عندي متابعين وعندي اخوات واشقاء من دولة المغرب الشقيق. وانا مش لابس التيشيرت ده عشان خاطرهم هم بس، ده عشان خاطر انا بعشق منتخب المغرب. وقلت في بداية البطولة انا انتمائي لمنتخب مصر كوني مصري، وانتمائي لمنتخب المغرب بسبب حبي للمنتخب المغربي، سواء ناشئين بقى اول تاني. تحياتي للجمهور المغربي كله، ومليون مبروك على الفوز العالمي على منتخب الامارات ب3 أهداف في الوقت اللي المنتخب الاماراتي كان عايز يرجع للمباراة. المغرب ادت الثاني وادت الثالث، مباراة مهمة جدا. وانا بقول لك من دلوقتي المنتخب المغربي هو بطل كاس العرب. مليون مبروك لاخواتي المغاربة، من اخوكم المصري انا بقول لكم انتوا ابطال البطولة. سلام. سوتها المغرب، سواها المغاربة. المغرب ينتصر بثلاثية 0 امام الامارات. المغرب الى نهائي كاس العرب بعد انتصار ساحق ومدمر ومستوى خرافي. الامارات قدموا تشوف ثاني وضيعوا فرصتين في العارضة، ما توفقوا، ما يا اخوان ما مكتوبة لهم.